السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحيحتكم بخير؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين، ويلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. نبداو كلامنا كيف العاده بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نهار جديد اخواتاتي وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الغديوه ديالي اللي هي السردين او لا الكفته تاع السردين مشويه في الكوكوط، كتجي رائعه جدا، المذاق لا يقاوم. فنه غير تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير وجربوها وغادي تنجح معكم ان شاء الله، واكيد غادي تعجبكم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي كيلو نتاع السردين اللي نقيته مزيان وحيدت له هذاك العظم ديالو وحيدت له حتى ديك القشره الفوقانيه ديالو، هذيك الكحله. مهم حتى كنتحصلوا عليه على هذا الشكل هذا. طحنته مزيان كيف ما شفتوا معايا في الهشوار. تحصلنا على الكفته نتاع السردين كيف ما كتشوفوا اللون ديالها راه زوين بزاف، يعني اللون ديالو راه ابيض، يعني حيتاش راني حيدت له هذاك الغشاء اللي على برا ديالو، هذاك الجلده ديالو الكحله حتى هي راني حيدتها له. هنا كيف ما شفتوا معايا ضفت ليها واحد الحبه نتاع البصله اللي هي مقطعه رقيقه، وضفت ليها ايضا واحد الكميه هكايا كثيره نتاع المعدنوس. راكم عارفين الكفته كيف ما كان النوعيه ديالها راه كتبغي المعدنوس بزاف، وما تضيفوا لهاش القزبر، ضيفوا غير المعدنوس. هنا ايضا كيف ما شفتوا معايا العطريه، عندي التحميره، عندي الخرقوم، عندي شويه الزعفران، عندي الابزار، وعندي ايضا الكمون، وعندي زريعه القزبر اللي كتجي رائعه جدا في الكفته. وكيف ما كانت النوعيه نتاع الكفته، سواء كانت لا داند او لا اللحم او لا الكفته نتاع السردين، كتواتى بزاف مع زريعه القزبر اللي جبتها وطحنتها على يدي، حتى كنتحصلوا عليها يعني بحال العطريه هكذاك، وكنبقاو هكذايا نحتفظوا بها ونستعملوها في الشهيوات نتاعنا. هنا كيف ما شفتوا معايا ضفت واحد جوج حبات نتاع الفصوصه نتاع الثومه حتى هما محكوكين، وضفت ليها الملحه على حسب الذوق ديالكم، وضفت ليها زيت الزيتون صافي. وغادي نبقى نخلط جميع هاد المكونات كيف ما كتشوفوا هكذايا مع بعضياتهم حتى ينسجموا لينا مزيان. صدقوني هاد الكفته نتاع السردين كتجي فنه بزاف. ما كتحسوش بانما راكم كتاكلوا يعني السردين. راكم عارفين المذاق نتاع السردين راه شويه مجهد، ولكن هاد الطريقه هذه اللي غادي ان شاء الله نديرها معكم اليوم ما كتحسوش بانما راكم تاكلوا يعني الكفته نتاع السردين. يعني كيكون واحد المذاق اللي هو مختلف، مذاق اللي هو زويون، وغادي تعجبكم ان شاء الله يا ربي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما شرملتها مزيان كيف ما شفتوا، خليتها جانبا تشربت واحد شويه هذيك العطريه. بيد ما قطعت واحد الحبه نتاع البصله، وقطعت ايضا واحد جوج حبيبات هكذايا نتاع المطيشه. انا هنايا كانوا عندي غير صغار، نتوما الا كانت عندكم المطيشه كبيره غادي تستعملوا غير حبه واحده، وبالنسبه للبصله الا كانت عندكم ايضا كبيره غادي تستعملوا غير بصله واحده. عندي هنايا ايضا المعدنوس اللي حتى هو خليته هكذاك عواد، يعني خليته صحيح، ما قطعته ما والو، غير غسلته مزيان وخليته. وعندي ايضا غادي نحتاج الحامض المصير، هكذايا طريفات نتاع الحامض المصير. هنا كيف ما كتشوفوا معايا صافي بديت كنحربل هكذايا هذيك الكفيته اللي عندي على هذا الشكل. انا كنفضل نديرها على هاد الشكل الطولي. نتوما الا كنتو بغيتو ديروها دوائر تقدروا تستعملوها دوائر، ولكن انا فضلت هاد الشكل هذا باش كتجيني في الشكل ديالها زويون. المهم انا غادي نحربلها كامل هاد الكميه اللي عندي، وغادي نديروها في الكوكوط اللي طريقه اللي هي زوينه. وكاضافه يعني الكوكوط نتاعكم ما غادي ديروا لها لا ما لا حتى شي حاجه، يكفي انكم تفرشوا ليها هذيك البصيله وهذيك المطيشه غادي تطلق ديك المويها ديالها، وزيت الزيتون واحد الخويط هكذا نتاع زيت الزيتون. ما بغيتوش ديروا زيت الزيتون تقدروا تستعملوا غير الزيت النباتيه حتى هي راه كتجي زوينه، ولكن زيت الزيتون راه ما كان ما احسن منها. غادي نضيفوا هكذايا واحد شويه في الاول يعني في الكوكوط نتاعنا، وغادي نفرشوا ليها هذيك البصيله كيف ما كتشوفوا هنايا معايا. عندي واحد الحبه كبيره هكذايا نتاع البصله، اولا جوج حبيبات هكذايا صغار نتاع البصله. مهم على حسب 8 كيلو نتاع الكفته. نتوما الا كنتو غادي ديروا غير نص كيلو، مهم نتوما غادي تشوفوا عينكم ميزانكم على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا. وهنا غادي نولي نضيف هكذايا حبيبات نتاع المطيشه على هذا الشكل حتى هي دوائر. انا هنايا استعملت جوج حبيبات اللي كيكونوا الحجم ديالهم متوسط.
نفرشوها هكذايا كامله. شنو غادي يبقى هنايا؟ غادي نضيفوا لهذيك البصيله وهذيك المطيشه، غادي نضيفوا لها هكذايا واحد الرشيشه نتاع الملحه باش غادي تنسم لينا، وغادي نضيفوا لها ايضا واحد الرشيشه هكذايا نتاع البزار باش تبقى لنا المذاق ديالها زويون. وصافي هذه هي الطريقه ديالها. والمعدنوس ايضا كيف ما قلت لكم غادي نخليه غير هكذاك باش منين تكون طيب تطلق هذيك البنه نتاع المعدنوس وتبقى تطلع لنا على الكفته وتجينا المذاق ديالها زوين اكثر. هنا غادي نجيبوا هذيك الكفيته نتاعنا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. هنا راني غير بينت لكم الكاميرا باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. هنا غادي نجيبوا الكفيته نتاعنا وغادي نبديو هكذايا نحطوها عشوائيا كيف ما بغيتوا تحطوها حطوها. غير كنأكد لكم انكم ما تضيفوا ولو قطره ماء، ما ديروا حتى شي قطره نتاع الماء، غير واشنو هي من غادي تستفوا هذيك الكفيته ديالكم غادي تضيفوا لها من الفوق الحامض المصير كيف ما غادي ندير انا. وغادي نضيف ايضا واحد الخويط هكذايا نتاع زيت الزيتون، وغادي نجيب نحطها فوق البوطه ما تكونش النار اللي هي عاليه وما تكونش النار اللي هي منخفضه بزاف، يعني خاص تكون العافيه ديالنا على نار اللي هي متوسطه باش هكذايا يطيب لينا. الوقت نتاع هاد الكفيته هذه راه ما كتجاوزش 10 نتاع الدقائق، ها هي عندكم واجده كيف ما كتشوفوا هنايا معايا. سديت على الكوكوط نتاعي ودرت ليها الصفاره ونقصت البوطه درتها على نار اللي هي متوسطه وخليت الكفيته نتاعي كطيب. جات رائعه جدا، مذاق لا يقاوم، جات فنه بزاف. جربوها واكيد ان شاء الله غادي تعجبكم. انا هنايا غادي نضيف ليها هكذا واحد الخويط نتاع زيت الزيتون. بناتي يعني كيعجبهم هكذايا ديك التغميسه نتاع زيت الزيتون مع الكفته كتجي رائعه جدا. وكاضافه اخيره تقدروا تضيفوا هكذايا الزيتون اللي هو مقطع او الزيتون الاحمر باش يعطيكم لون اكثر. انا غير ما كانش عندي ضفت ليها هكذايا قطع نتاع الزيتون الاخضر على هذا الشكل وزينتها بالحامض المصير كيف ما كتشوفوا هنايا معايا. وكان هذا هو الطبق ديالي او لا هذه هي الغديوه ديالي ديال هذا النهار هذا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا. ما تبخلوش على اختكم بواحد اللايك والاشتراك في القناه اللي باقا ما مشتركه باش هكذا يوصل لكم الجديد. خليوا لي واحد التعليق زوين، تعليق اللي هو محفز باش هكذا نتشجع ونبقى ننزل لكم فيديوهات اكثر واكثر. وكان هذا هو الفيديو اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم بحول الله.